كنتمنى تدخل عليكم هاد الايام المباركه بالصحه والسلامه، واللي كتمناو يا رب. غنشارك معكم شباكيه بدقيق القمح بدون قليب بطبيعه الحال. غنطيبوها في الفرن، صحيه 100%. واللي كنأكد عليه هي انها لذيذه بزاف، كتذوب في الفم فعلا. اللي ذاقها كتحمقوا بالبنه. مباشره غندوزو 500 غرام للمقادير من وطريقه دقيق التحضير. القمح هنايا الكامل بطبيعة الحال غربلته كما شفتوا في غربال رقيق. ضفت عليه مسكه حره وحد 3 الحبيبات مدقوقين مع السنيده، واحد القبيصه ديال الملح، وعويشقه صغيره ديال القرفه. هنا العويشقه اللي استخدمت غير ملعقه ديال القهوه اللي صغيره، معلقه ديال القرفه. هنايا غادي نضيف 3 المعالق ديال النافع، حبه حلاوه، والنافع البلدي. هنايا راه فايت شاركت معكم الغسيل ديالهم كيفاش غسلتهم. المهم طحنتهم، سخنتهم بطبيعه الحال وطحنتهم، وهما اللي استعملت هنايا 3 المعالق صغيورين. يعني الا ما توفروش كاملين غادي نديروا معلقه كبيره من شي نوع فيهم، يعني يا اما حبه حلاوه اولا النافع. هنايا ضفت خميره ديال الخبز واحد القبيصه، ودرت خماره وحده، يعني ملعقه من خميره كيميائيه قياس ديال 8 غرام. هنايا ضفت واحد الكاس الا ربع ديال الزبده اللي وصلت حتى النوازيط، يعني خليتها كتذوب حتى نشف فيها الحليب ديالها. وواحد الكاس من الجنجلان طحنته مع نصف كاس من زيت الزيتون. ممكن تعوضوا زيت الزيتون بالزيت النباتيه ماشي مشكل. وبالنسبه للجنجلان ممكن ديروا نص كاس زوز ونص كاس الاخر جنجلان. اللي كنأكد عليه هنا هو الجنجلان يكون مقلي، يعني ماشي ما مقليش، ولا حتى بالنسبه للوز خاصو يكون شويه مقلي. صافي هنا كنبقى نرمل بين يديا بهذه الطريقه هذه. طحنت الزيت والجنجلان غير باش يجيوني منيلين مزيان. صافي هنا كنبقى كنيل عفوا كنبقى كنرمل فيهم بهذا الشكل هذا. مني كنشوفهم يعني كل شيء الدقيق ديالي شبع من الزبده ومن هذاك الخليط، كنضيف 2 معالق كبار من الخل، ونصف كاس من ماء الزهر بطبيعه الحال كنت دايره فيه الزعفران الحر، واحد القبيصه بحال هكا ديال الزعفران الحر. ممكن تعوضوها غير بالخرقوم العادي يعني البلدي. صافي هنا كنبقى كنجمع فيها بهذا الشكل، ما نعجنوش غير كنجمعو. وإلا احتاجيت بطبيعه الحال كنضيف ماء الزهر، ماء الزهر ماشي حاجه اخرى، المهم ماء الزهر. كنبقى كنجمع بهذا الشكل هذا، ما نعجنوش. نعاود ناكد لكم خاصها غير ترمل بحال هكا ونجمعوها. مني كتجمع لينا العجين احتاجيت تقريبا شي نصف كاس اخر ديال ماء الزهر على داك النصف الاول. يعني الا احتاجيتو اكثر ماشي مشكل، غير هي العجين راه خاصو يكون قاصح ماشي يعني رطب. قد ما رطبناه كيجي قاصح في الاخير، يعني في الوقت اللي كنبغيو ناكلو كنلقاوها قصاحت، يعني من ورا ما كدوز في الفرن وكلشي. صافي هنا شوفوا العجين كيفاش دايره، يعني قاصحه ماشي رطبه. كنديروها في السلوفان وكنخليوها ترتاح مده ديال نصف ساعه. ما تخاف والو لان الحال بارد، اما الا كان الحال سخون بطبيعه الحال غادي نخليوها غير واحد المده ديال 5 حتى 10 دقائق. سرحتها على هذا الشكل هذا. صافي هنا واخا تبان لكم بحال هكذا راه كترجع بحال كنجمعوها بهذا الشكل هذا كتجمع. صافي كنسرحوها مزيان. انا كنحاول نسرع لكم مقطع باش باش ما يجيكمش الفيديو طويل. صافي هنايا كندير منها بحال هكا شرائط بحال هكا، وغادي نديرها في واحد الطبسيل ونغطي عليها عاوتاني نخليها ترتاح غير على ما نوجد فين غنخدم. وسرحتها هنايا بشكل طولي كما كتشوفوا. كنخدم بمدلك ممكن، وحتى الماكينه ممكن تخدموا غير بمدلك ماشي مشكل. هنايا دوزتها في الرقم 3، يعني على حسب كل ماكينه وكيفاش. كاين اللي عنده الرقم 3 هو اللي غلظ من الارقام الاخرى كيخرج يعني العجينه غليظه. المهم هنايا ناس زمان كانوا كيسبحوا، يا ريت حنا نرجعوا لهاد العادات. يعني عندنا تما 4 ديال ضربات الوسط ديال المربع، كنقولوا سبحان الله الحمد لله الله اكبر، وكنعاودوا الله اكبر وكنقطعوا. هذه شي حاجه زعما اللي من الحوايج اللي خاصنا نرجعوا ليهم ونبقاو نديروهم حتى ربي يطرح لنا البركه في ايامنا وفي خدمتنا وفي اي حاجه. هنا كما كتشوفوا التشبيكه كنديروا الشريط الاول
هنايا غادي نقرب لكم بطبيعه الحال باش تشوفوا كيفاش، وغادي نتقل المقطع بزاف. كناخذوا الشريط الاول كنديروه على الشريط الثالث، وكنعاودو نحطوه في الشريط الاخير بحال هذا الشكل هذا. كنتمنى يكون واضح. وكنقرصوا هذوك جوج شنيفات اللي كيبانوا من التحت، وكنهبطوها. كنديروا هذوك جوج اشرطه اللي كيشيطوا كنديروهم من الجانب الاخر، كنحطوهم فوق بعضهم بحال هكا، وكنقرصوا من الجنيبات. مني كيبقى داك الشياطه من الجناب كنعاودو نقطعوهم باش تجي متيوله ومقاده بحال الاخرين. وهنا غادي نعاود معكم عن قرب عاوتاني تشبيكه، وغادي ندير معكم ان شاء الله شي فيديو يقدر يكون شورتس او لا فيديو قصير، المهم باش نعاود معكم التشبيكات اللي ممكن ديروا، يعني ماشي غير هاد التشبيكه. كما شفتوا الشريط الاول كنديروا على الثاني، يعني كنطويه عليه، وعاده كندير من تحت منهم الشريط الاخير في المربع. يعني صافي اوتوماتيكمون كيتجمعوا هذوك جوج تشنيفات التحتانيين وكنلصقوهم في بعضياتهم. كنتمنى يكون واضح. واللي اول مره غادي تشبك، يعني غادي تعاود هذا المقطع شحال من مره وغادي تتعلم، يعني شي حاجه اللي سهله جدا كتبغي غير الممارسه. ممكن غير العجينه ديال الخبز يعني العاديه تقصحوها شي شويه، وهي اللي تبقاو تعلموا فيها التشباك كما كيعلموا في المدارس وفي اي بلاصه اخرى. المهم هنايا كنت نكملوا بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. نتمنى يكون واضح، سهله التشبيكه بزاف. في الفيديو القادم غنشارك معكم بطبيعه الحال تشبيكات سهله بزاف، يعني حتى الا جاتكم هذه صعيبه رغم ان هذه ولكن ما قلت لكم سهله، غير مع الولف وصافي. غادي نشارك معكم المونيضه التطوانيه اولا بريوات التطوانيين كيقولوا لهم حتى البريوات التطوانيين، بهاد الدقيق ديال القمح اللي بهاد العجينه ديال القمح اللي قلت لكم، وجات غزاله وجات لذيذه بزاف. انا غادي نقول لكم بطريقه سهله جدا، غادي نشاركها معكم حتى في الفيديو القادم ان شاء الله ديال الشباكيه وديال المونيضه التطوانيه بالعماره ديالها بكل شيء بالتدقيق. هنا غير شاركت معكم ان ممكن ديروها حتى بهذا العجين لان جات لذيذه بزاف. انا قلت غير غنجربها، الا صدقت هي هذيك نشاركها معكم، ما صدقتش ما غنشاركهاش معكم، ولكن فعلا جات لذيذه بزاف. صافي هنا كنسرح العجين كما قلت لكم الرقم ما كنبدلوش، يعني 3 ما هوش رقيق بزاف وماشي غليظ. سرحتها بهذا الشكل، وغادي ناخذ الحشو وندير منه كرات صغيره. هذا حشو بخاليني لذيذ بزاف، غنشاركو معكم ان شاء الله في الفيديو ديال المونيضه التطوانيه. هذا دابا غير يعني نبذه عليها. هنا بالنسبه للعجين درت هذا العجين معكم كما قلت لكم غير باش نجرب، الساعه صدق زوين بزاف. صافي هنايا درت هاد الكرات بحال هذا الشكل، كنباعدهم على بعضياتهم واحد المسافه ديال 4 سنتيم ما بين كل كره واخرى، وغادي نحط من فوق منهم العجين. صافي هنايا لويت بحال هذا الشكل هذا. كندير بحساب العجين يبقى يعني يشد على الكرات مزيان باش ما يبقاش الهواء لداخل، الا بقى الهواء غادي يتحلوا، يعني سواء في الفرن او لا في القلي يعني غادي يتحلوا. خاص ضروري نخليو ليهم العجين لاصقه على الحشو، يعني بحال هذا الشكل هذا. نبقاو نصونوا فيهم تنقادوهم. كنضغط شويه من الجوانب بالصبع ديالي. كناخذ هنا واحد الغلاقه او لا اي اداه عندكم، وكنقادو دوك الكرات. هنا ثقبت واحد الثقبه الوسط، ديروها بعود الاسنان او لا باي حاجه عندكم باش يدخلها العسل في الاخير، وحتى دابا نخرجوا منها البرد. صافي وقطعت بقطعه دائريه، وكما كتشوفوا خديت المنقاش اولا المنقش اولا كل واحد شنو كيسميه، المهم خديته وبديت كنقش الجوانب بهذا الشكل هذا. هاد الطريقه كتساعدهم باش يتسدوا باش يتحلوش لينا في الفرن. صافي هنايا كنستفوا الشباكيه ديالنا في اللاطه، كنخليوها ترتاح، يعني ما كندخلوهاش للفرن مباشره، كنخليوها ترتاح واحد المده ديال شي نصف ساعه ولا حتى كتكرم مزيان حتى كتنشف. هنا ما نخليوهاش يعني تخمر، ما نفوتوش نص ساعه. الفرن كنسخنوه على درجه حراره 140، ما خاصش يكون العافيه مجهده. الا كان فرن غازي
المهم عافيه اقل من المتوسط بشوي، دغيا كتحمر دغيا كتاخد اللون. نخليوها مده ديال 15 حتى 20 دقيقه الفوق والتحت، يعني نراقبوها مزيان. غير كتذهب شي شويه، ما نخليوهاش حتى تولي حمراء، غير كتذهب شي شويه كنخرجوها وكنديروها في العسل بطبيعه الحال. كنديروا العسل فوق منها كما كتشوفوا، راه هشيشه، راه وحده ضربتها بالمعلقه وتفرتات، خليت لكم اللقطه باش تشوفوا كيفاش، يعني راها هشيشه وكتجي فعلا لذيذه. المهم كنديروا العسل من فوق منها، يعني ما نحركوهاش هي لانها غادي تهرس. صافي كندوزو حتى المنيضه كنعسلوها بنفس الطريقه، كنبقاو حتى كنكملوا. هاد الشباكيه ديال الفرن كتبغي تعسل مره وجوج وثلاثه، يعني حتى كتشبع عسل مزيان. كما كتعرفوا داك الزيت هو اللي كيخلي الشباكيه تشرب العسل، فهنايا خصنا نعسلوها مزيان ونعاودو الا كان عسل حر فكان احسن. بطبيعه الحال غنشارك معكم طريقه العسل، غنلوحها لكم اليوم او غدا في القناه. هذا عسل شبه حر، صوبته على يدي فعلا جلديد وثقيل كما كتشوفوا. هنايا ضفت عليها العسل من الفوق. المهم كنخليها كتشرب مزيان، عاده كنصفيها وكنعاود نعسلها مره ثانيه وثالثه كما قلت لكم. هنا قدمتها لكم بالصحه والراحه. وإلا كنتي اول مره كتشوفي لا فيديو، مرحبا بك، نتمنى تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. هنايا ذوقتها بشويه ديال اللوز ايفيلي. نتمنى يعجبكم لا فيديو، تشاركوا مع احبابكم واصدقائكم، ما تنسونيش من لايك وكومونتير، والله يدخل عليكم هاد الايام المباركه بالصحه والسلامه واللي كتمناو. هنايا شاركت معكم كيفاش كتجي، فعلا كتجي معلكه وما تقوليش انها طيبه في الفرن. نتمنى غير تتبعوا التعليمات اللي قلت لكم باش تنجح معاكم، ما تجيكمش قاصحه، غتجيكم مرمله وغتجيكم لذيذه بزاف. حتى من المنيده التطوانيه كتجي لذيذه بهذه الطريقه. وكما قلت لكم الحشو غتلقاو في الفيديو القادم ان شاء الله ديال المنيده التطوانيه والشباكيه. هنايا غادي نحلها معاكم باش تشوفوها كيفاش جات. كتجي مقرمله من برا ومعلكه من الداخل، فعلا لذيذه. بالصحه والراحه، ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.